السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل متابعين كوماندا مصر. في جريدة نزلت فيديو من قيمة كام يوم. المفروض ان الجريدة دي تكون جريدة محترمة، فالجريدة المحترمة نزلت مراسلة شغالة معاهم في الشارع عشان تشتغل وتقلب عيشها زي ما بيقولوا وتجيب شغل للجريدة. فالأستاذة الفاضلة راحت تعمل حديث صحفي مع واحد ومراته. الناس ديت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بإعاقة ذهنية. فالمفروض ان الأستاذة تعمل حديث صحفي او تصور معاهم لقاء بجبر الخاطر او بجبر الخواطر زي ما بيقولوا. يا ريت عملت كده، ما عملتش كده. خلت الحديث معاهم او الفيديو او محتوى الفيديو للسخرية. في بعض الناس دخلت عملت كومنتات للسخرية، وفي ناس تانية دخلت بتهاجم الناس دي وبتهاجم الفيديو، او بمعنى صعب بتهاجم الجريدة. فالأغلبية يعني الناس كانت بتهاجم الجريدة. المشكلة مش في كده خالص، المشكلة في الصحافة او في الإعلام. دي بقى يعني الحاجة اللي تيجي تحزن. هو احنا يا جماعة وصل بينا للدرجة دي ان احنا ننزل نستهزأ بناس عندهم إعاقة ذهنية؟ ناس عندها إعاقة ذهنية وصل بينا للدرجة دي ان احنا ننزل محتوى هايف، محتوى مش كويس، ومحتوى شكله بايخ، ومحتوى يعتبر بيهد الجريدة. وصل بينا للدرجة دي ان احنا ننسى حاجة اسمها جبر خواطر ونستهزأ بالناس. هو الفيديو ده اللي انتم منزلينه مش فيه اطفال بتتفرج؟ اكيد طبعا فيه اطفال بتتفرج، ومعظمهم اطفال بيتفرجوا. انتوا بتخرجوا من دماغ الناس فكرة جبر الخواطر. انتوا عاملين نصيبة في الفيديو ده، تستهزئوا بناس عندهم إعاقة ذهنية ازاي؟ ليه؟ احنا وصل بينا للدرجة ديت يا جماعة. يا ريت الصحافة تخلي بالها من حاجة زي كده، نتقي ربنا شوية وبلاش ناخد الأمور بسخرية. بلاش نيجي على الغلابة دولت يعني الناس دي بركة. الناس دي ربنا ابتلاهم بمرض إعاقة ذهنية. انتوا عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه منهم؟ ما تسيبوا الناس دي في حالها. تستهزئوا ليه؟ استقيموا يرحمكم الله.